النهاردة هاعمل معاكم ألذ وأطعم كيك ممكن نعمله كل يوم، خفيف وهش جدا. هنعمله اقتصادي بالزيت، وهنعمله كمان بطريقة سهلة قوي في الخلاط من غير مضرب ولا عجان، وهتطلع معاكم كيكة طرية وخفيفة وطعمها وريحتها حلو جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. في الخلاط هنحط 3 بيضات بحرارة الغرفة. أنا البيض اللي كان عندي صغير فحطيت 4 بيضات، وهنحط عليه معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنخلط البيض الأول لونه بس يفتح شوية وبعدين نضيف عليه السكر. هنحط عليه من كوباية وربع لكوباية ونص. الكوباية وربع بيبقى طعم السكر فيها مظبوط قوي، لو بتحبوه زيادة شوية حطوا كوباية ونص. وهنخلطهم مع بعض على أعلى سرعة لمدة دقيقتين، وبعدين هنضيف عليهم كوباية إلا ربع من الزيت، ويكون نوع زيت كويس عشان ما يديش ريحة مش حلوة للكيك، وكوباية من الحليب سخنتها بس في الميكرويف حاجة بسيطة قبل ما استعملها على طول، ومعلقة كبيرة من الخل. وهنخلطهم بس ثواني، المكونات كلها تندمج مع بعضها. هنفضي الخليط في طبق وهننقل عليه المكونات الجافة كلها. هنحط كوبايتين من الدقيق، وإذا احتاجنا ممكن نزود معلقة أو اتنين واحنا بنخلط في الآخر، وعليهم رشة من الملح. وهنحط كمان باكل بيكنج باودر اللي هو ال 11 جرام أو معلقة كبيرة مليانة. وهنخلط بقى المكونات دي كلها مع بعضها. هنخلط بالراحة وفي اتجاه واحد لحد الدقيق ما يختفي معانا خالص، وهيبقى بالقوام ده، ناعم ومفيهوش أي كتل تماما. قوامه بيبقى متوسط مش خفيف ولا تقيل. وهنكون مجهزين الصينية، دهنينها كويس وحاطين عليها رشة من الدقيق مغطية الصينية كلها، ونحط فيها الخليط. ارتفاع الخليط في الصينية يبقى نصه أو تلات أرباع، يعني مش أقل من كده ولا أكتر، عشان ارتفاع الكيك يبقى مظبوط. ونخبط الصينية بالراحة خبطتين كده عشان ما يبقاش فيها أي فراغات من جوه، وندخلها فرن ساخن على درجة 175 أو 180. هتاخد معانا من 40 ل 50 دقيقة. وبنختبر نضجها بعود خشب، وبنختبرها من نص الصينية، لأن ده آخر مكان بيستوي في الكيك. لو لقيتوا العود الخشب لسه فيه عجين هنسيبها كمان 5 دقايق. نطلعها على طول ونسيبها لحد ما تهدى وبعدين نقطعها. الكيكة مستوية كويس قوي، واخدة لون حلو من فوق ومن تحت، ارتفاعها كمان كويس جدا، وقوامها مظبوط قوي، طرية وهشة، وما بتاخدش معانا وقت خالص في تحضيرها. يعني ممكن تقوموا تعملوها الصبح كده على طول بسرعة، يا دوب ساعة زمن بعمايلها بتسويتها، وتكون جاهزة معاكم وتفطروا بيها بألف هنا. جربوها وهتعجبكم جدا، وهستنى تقولولي رأيكم فيها. وما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني وجودكم معايا فيها. وأشوفكم على خير.